لا خلاص انا مش هصور، فقدت الشغف. بهزر معاكوا اكيد. انا خلاص فقدت الشغف. الجملة دي بقت على لسان كل حد فينا تقريبا اول ما يحس ان هو مش قادر يكمل، او يحس ان في حاجة تقيلة عليه، او يحس ان هو مرهق شوية او مكتئب زي ما بنقول. وانا عارفة ان انتوا اكيد فتحتوا الحلقة دي مخصوص علشان انتوا فاقدين الشغف، او حتى بتدوروا على شغفكم ولسه مش لاقيين. علشان كده انتوا جيتوا للشخص الصح جدا. اكتر واحدة بتفقد الشغف واكتر واحدة بتعرف ترجعه. علشان كده في الحلقة دي هقول لكم كل حاجة متعلقة بالشغف، وازاي ترجعوه، وازاي تحافظوا عليه، وازاي دايما يكون عندكم حماس تجاه الحاجة اللي انتوا بتعملوها. بس قبل ما ابدا خلوني اسألكم سؤال في الاول. يا ترى ايه هو الشغف؟ وهل هو حاجة فعلا نقدر نرجعها لو احنا فقدناه؟ وهو مهم اصلا ان يكون عندنا شغف، ولا عادي ممكن اي حد يكمل حياته من غير ما يبقى عنده شغف؟ في الحلقة دي هرد على كل حاجة، وإن شاء الله أفيدكم، لأن كل حاجة هقولها في الحلقة دي من تجربتي الشخصية وتجربتي الواقعية. لأن أنا كده تقريبا شخص عنده شغف، الحمد لله رب العالمين، طول الوقت. وطول الوقت بحب أعمل حاجات جديدة وأجرب حاجات جديدة. ولما فقدت شغفي في وقت من الأوقات كنت في أسوأ فترة في حياتي. علشان كده هتكلم معاكم من قلبي بجد، وهقول لكم كل الحاجات اللي نفعتني وكل الحاجات اللي ساعدتني ان يكون عندي شغف، ويكون عندي هوايات، ويكون عندي شغل. واتمنى بجد ان الحلقة دي تكون مرجع لكل حد كده بيدور على حاجة، او بيدور على هواية، او بيدور ازاي ينجح، وان شاء الله اقدر افيدكم. وسامعاكي اللي بتقولي انا اصلا ما عنديش شغف ان انا اكمل الحلقة، بس صدقيني لو كملتيها ان شاء الله هتستفادي. انا مش عارفة الجزء ده ازاي ما تسيفش، بس عامة انا رجعت علشان اقوله لكم تاني، لاني كنت بحكي فيه ازاي فقدت شغفي. انا كنت شخص على طول متحمس الحمد لله، ودايما عندي شغف ان انا اجرب كذا حاجة واعمل حاجات كتير. وبعد فترة الحمل والولادة انا فقدت الشغف وفقدت كل الاحاسيس اللي في الدنيا، لان انا لقيت نفسي في صدمة ان انا قدامي بيبي انا اللي مسؤولة عنه، انا اللي لازم اغير له وانيمه، طبعا مفيش نوم. فاي مامي جديدة بتسمعني تعرف ان شاء الله دي فترة وهتعدي، وانا قدامك اهو جايلك من المستقبل. والحمد لله واحدة واحدة بتبتدي ان انت تقدري ان انت تتعاملي مع الموقف وتتعاملي مع البيبي، وتعرفي ان هي مرحلة وهترجعي تمارسي كل اللي انت بتمارسيه تاني. فوقتها انا ما كنتش بعمل اي حاجة، قعدت سنتين ولا بشتغل ولا بتدرب ولا اصلا بقوي نفسي او بستثمر بنفسي باي شكل من الاشكال، غير ان انا قاعدة بس براعي البيبي. ده طبعا سبب لي احباط وسبب لي ضغط نفسي مستمر، ان انا اللي هو انا بلوم نفسي ان انا ما بعملش حاجة، وفي نفس الوقت انا مش قادرة فعلا اعمل حاجة. بس في شوية حاجات لما بدأت أطبقهم وبدأت أغيرهم، هم دول فعلا اللي خلوني أبدأ أرجع شغفي تاني. ومن أهم الحاجات دي إني فهمت شوية حاجات ان أهمها الشغف ما بيرجعش بالتمني، الشغف بيرجع بالحركة. طول ما انت بتعملي نفس الحاجة كل يوم، او بتفكري نفس التفكير السلبي، او شايفة ان الحياة سوداوية قوي، الشغف مش هيجيلك. مش هيجي يوم كده تصحي من النوم تقولي الله انا عندي شغف. ده مش هيحصل. لازم تتحركي وتحركي دماغك ان هي تفكر بطريقة ايجابية شوية. يعني حتى لو كل الظروف ضدك في الفترة دي، لو انت حسنتي تفكيرك وحسنتي نظرتك للوضع، هتحسي ان الشغف بدأ يرجع لك واحدة واحدة. واهم حاجة ان انت تطلبي المساعدة. يعني لو في حد يقدر يساعدك ما تتردديش ابدا ان انت تطلبي ان هو يساعدك فعلا. فكرة بقى انا سوبر وومن وانا اقدر اعمل كل حاجة لوحدي، دي مش هتنفع معاكي. وهتلاقي نفسك نفسيتك بتدمر واحدة واحدة. حتى لو قدرتي تعملي ده يوم واثنين وثلاثة، هتيجي اليوم الرابع او الخامس مش قادرة تعملي حاجة. بالعكس انت كمان هتضغطي نفسك بزيادة، وهتخشي في دوامة مش هتعرفي تطلعي منها ابدا. فلو انت حواليكي فعلا حد يساعدك، اطلبي المساعدة فورا وما تتردديش. كمان انت ادرى واحدة بحياتك، يعني انت محدش مكانك. لو انت في حاجة تسهل عليكي حياتك فعلا، بحيث ان انت تبدأي ترجعي لنفسك ولشغفك ولحياتك، اعمليها. ما حدش هيقولك ايه ده دي مثلا اللي اشترت غسالة اطباق علشان مش قادرة ان هي تغسل كل يوم، او محدش هيقولك بص دي بتعمل ايه. انت حتى لو قالوا الكلام ده، انت الوحيدة الادرى بحياتك. تاني حاجة بقى وهي مهمة جدا، التقبل. لازم تتقبلي المرحلة اللي انت فيها حاليا، ايا كانت المرحلة دي ايه. زي ما ذكرت قبل كده، مرحلة الحمل والولادة وحاسة ان انت في فترة الدنيا واقفة، فاعتبري دي علامة. انا قدامك اهو، الحمد لله الدنيا مشيت وعدت وبدأت ان انا ارجع لنفسي. او مثلا في فترة فقدتي حد عزيز عليكي وحاسة ان الحياة وقفت ومش قادرة تكمليها، لان انا كمان عديت بالمرحلة دي. فتقبلي الفترة اللي انت فيها ايا كانت ايه. ممكن تكوني حتى مش قادرة، او خلاص حاسة ان طاقتك خلصت مش قادرة تعملي حاجة دلوقتي، فاعتبري ان دي هدنة، وتقبلي ده كويس.
وخليكي عارفة ان بعد كده هيرجع شغفك تاني، وان شاء الله هتحققي كل اللي بتتمنيه. ومهم جدا تتقبلي فترة ان الشغف بيروح ويجي وبيزيد وبيقل، مفيش حد طول الوقت عنده شغف، فلازم تحطي المعلومة دي في دماغك. وتالت حاجة ومهمة جدا، لازم يكون عندك مصدر دخل وانت بتدور على شغفك. يعني مثلا لو حد عايز يكون ممثل، هيقدم على حاجات وهيروح وهيجرب يمين وشمال، لكن لو هو ما عندوش فلوس هيعيش حياته ازاي؟ فلحد ما التمثيل يحقق له اللي هو عايزه او يدخل له فلوس، لازم يكون بيعرف يعمل حاجة تانية جنب بقى الحتة اللي هو بيحلم بيها او الحتة اللي نفسه يحققها. واخر حاجة بقى ساعدتني ان انا ارجع شغفي تاني، هو اني ادور على حاجة ترجع لي شغفي او ترجع لي ثقتي في نفسي تاني. يعني زي ما قلت لكم، انا بعد الحمل والولادة والكلام ده كله انا ما فقدت الاحساس تجاه كل حاجة، فكان لازم ان انا ارجع ثقتي في حاجة جنب فكان لازم ارجع ثقتي في حاجه تديني الثقه تاني وتديني الباور ان انا يبقى عندي الحماس بقى زي ايام الشباب بقى وكده. فبدات ان انا اخد كورس في التقديم التلفزيوني مع الاعلامي رامي رضوان. وفي الكورس ده انا الحمد لله ثقتي رجعت جدا جدا جدا، لان وقتها كنا بناخد بقى ورش وتدريب وحاجات زي كده. فثناؤه عليا او ان هو مدحه فيا ان انا بعرف ادي الموضوع ده كويس، وكمان الناس اللي معايا قعدوا بقى يقولوا ان انا فعلا مؤهله وكده، الكلام ده رفع ثقتي في نفسي جدا، وخلاني قلت ان انا فعلا عندي حق ان انا اكمل في الطريق ده، وان انا شغفي فعلا تجاه حاجه انا بعرف اعملها كويس. وده خلاني ارجع تاني، كمان خلاني ارجع لشغلي التاني. معرفش انتوا عارفين ولا لا، بس انا بشتغل في كتابة المحتوى. فكمان رجعت وبدأت أدور في المجال وأشوف إيه الحاجات الجديدة اللي دخلت عليه وإيه الحاجات اللي تقدر تساعدني. وكمان بدأت أسأل صحابي إيه الجديد في الموضوع اللي هم شغالين في نفس المكان. الحمد لله رجعت مع أول عميل، وكنت راضية جدا عن نفسي وراضية عن النتيجة اللي أنا حققتها. فمهم جدا تشوفي خيط أو طرف كده تبدأي منه ترجعي شغفك، أو حاجة تعمليها بقى، سواء مثلا انت بتحبي الرسم تنزلي بقى ورشة تدريب، أو تبدأي ان انت تعلمي حد حتى لو حد صغير. فشوفي حاجة في المجال بتاعك بحيث ان هي ترجع لك شغفك تاني، واول ما بتخشي في المود على طول كل حاجة بتتهيأ. وخلوني اقول لكم ان السبب اللي بيخليكي تفقدي الشغف او بيخليك تفقد الشغف هو الضغط المستمر على نفسك. يعني انت مثلا لما بتكون في شغلانة وصاحبك مثلا بادئ معاك في نفس الشغلانة وتلاقي ان هو مرتبه اعلى من مرتبك، فبتفقد الشغف تماما تجاه الشغلانة كلها. ودي مش حاجة صح. اهم حاجة ان احنا نعملها في الفترة دي او في حياتنا عامة، ان احنا نركز مع نفسنا ونركز مع شغفنا. كل واحد ليه طريقه وكل واحد ليه توقيته اللي هيوصل فيه. فلازم اركز مع نفسي انا، واركز مع شغفي انا ومع طموحي انا، واكون عارفة ومتأكدة ان ربنا اكيد كاتب لي الخير، كاتب لي الخير في الطريق اللي انا ماشي فيه. سواء وصلت بكرة، وصلت بعد سنة، وصلت بعد 10، لازم اكون عارف ان ده التوقيت المناسب ليا. لان احنا بنحول شغفنا ده لضغط نفسي ومقارنات ومنافسات على حاجات اصلا مش بتاعتنا. اعرف ان انت طول ما انت ماشي صح او طول ما انت ماشيه صح، طول ما ربنا هيكافئك بالحاجه اللي انت عايزاها في الوقت المناسب ليكي. لان قبل كده او بعد كده مش ده الوقت المناسب ليكي، هو التوقيت اللي هيجيلك بالظبط هو ده تماما الوقت المناسب. وهتلاقوا ده بيحصل في الحياة اليومية عندنا، مثلا حد بيذاكر ويلاقي صاحبه مثلا سبقه في المذاكرة أو حافظ أكتر منه ويفقد الشغف تماما تجاه المذاكرة. فركز مع نفسك وإن شاء الله تحقق كل اللي تتمناه. ومهم جدا في رحلتك تجاه شغفك إنك تكوني واعية بكل التصرفات وكل الأفكار اللي انت بتعمليها. لأن انت طول ما انت واعية ليها، يعني مثلا قلتي لنفسك أو في دماغك كده انا فاشله قوي انا مش هقدر اعمل، فلازم تبقي عارفه ان انت بتسيستمي عقلك على ان انت فاشله. فطول ما انت واعيه لكل حاجه انت بتفكري فيها وكل تصرف انت بتعمليه وهيأثر ازاي على نفسيتك، كل ما انت هتغيري ده بسرعه. فركزي على نفسك واشتغلي على نفسك. والسؤال المهم بقى، لو واحدة كانت تسألني أنا أصلا مش عارفة أنا عندي شغف تجاه إيه، أو أنا أصلا بلا شغف وماشية في الحياة كده بنام وبصحى أتفرج على مسلسلات وأفلام وخلاص، تقدري إن أنت تعرفي شغفك من الحاجات اللي أنت بتحبيها. يعني لو أنت مش عارفة تماما بقى شغفك في إيه، ممكن تسألي حد من صحابك أنا شاطرة في إيه، أو أنت بتستفيد مني في إيه. يعني ممكن تكون واحدة بتعرف تعمل ميك اب حلو جدا، يكون ده شغفها، مثلا بتصحى بالليل الساعة 3 الفجر كده تقف قدام المراية تعمل ميك اب. فاعرفي ان الحاجة اللي انت ممكن تاخدي فيها اكبر وقت وتضيعي فيها اكتر طاقة وانت مبسوطة هي دي شغفك. او حاجة انت بتتابعيها، مثلا لو انت طول الوقت بتتفرجي على حاجة معينة فممكن تكون دي شغفك فعلا.
فاول ما تعرفي شغفك اشتغلي عليه، ويا سلام بقى لو حولتي شغفك ده لمصدر رزقك. بس زي ما قلت يعني ما ينفعش نعتمد عليه تماما. لو عرفتي تشتغلي حاجة تانية تساعدك ان انتي تحققي شغفك، اوكي. لو بقى عندك القدرة المادية والحمد لله الحالة متيسرة، فتقدري ان انتي تحولي اي حاجة انتي بتحبيها او اي هواية لمصدر دخل. لان خليكي عارفة ان مش كل الناس بتعرف تعمل اللي انتي بتعمليه، ولو قدرتي تكسبي منه هتبقي ضربتي عصفورين بحجر. وبكده اكون خلصت الحلقة، وان شاء الله الحلقة دي ترجع لكم شغفكم تاني، وان شاء الله يكون عندكم طاقة وقدرة ان انتوا تحققوا كل اللي بتتمنوه. ولو اول مرة تشوفوني وعجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، يمكن افيدكم بمعلومة جديدة.